السلام عليكم. انا يعني اليوتيوب هيتجنن مني بصراحه، لان انا كل شويه اغير له المحتوى. هو انا بعمل فيديوهات والله اللي بتعجبني بعملها، بس ما اعرفش هو ليه بيفهم ان انا بغير المحتوى. فالاقي مثلا فيديوهين ثلاثه يمشوا حلو، سلسله اسكت دي كانت ماشيه حلو، اول ما بطلتها لقيت المشاهدات نزلت والدنيا وقعت خالص. انا ما عنديش مشكله خالص، انا مستمر على اللي انا عايزه، ماليش دعوه بيه، براحته، هو خوارزمياته تذهب الى الجحيم. المهم، النهارده هنعمل فيديو 20 اسئله جداد، بس ال 20 سؤال الجداد دول بقى هيكونوا يعني ايه، اسئله اعمق شويه من الاسئله الايه القديمه. ومعلش الصوت اللي انتوا سامعينه ده انا بسق الجنينه، معلش. ماشي، خلينا نبدا على طول عشان الناس اللي بتزهق. انتوا لو عايزين الفيديو من غير تقطيع خالص انا ممكن اعمله من غير تقطيع، بس انتوا هتزهقوا. يعني السكتات والهدوء والحاجات دي هتخليكم تزهقوا، فاهمني؟ المهم، طيب الاسئله بتاعت النهارده اسئله صعبه جدا جدا، ويعني ايه، انا خدت جزء منها بالذكاء الاصطناعي، مش هكدب عليكم يعني، وجزء تاني انا اللي ايه اخترته. فانت هتكتب لي في الكومنتات ايه السؤال اللي انا اخترته وايه السؤال اللي الذكاء الاصطناعي هو اللي اختاره. تمام، يلا بينا. السؤال الاول معانا: لو كل حاجه في حياتك راحت فجاه، ايه الحاجه الوحيده اللي هتتمسك بيها؟ هي الدنيا غامقه ولا ايه؟ ثانيه واحده كده، معلش يا جماعه، معلش انا اسف جدا 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 والله. ايوه كده يا راجل، ايوه كده. هي الحته دي بتتقطع في المونتاج. انا بصراحه الفيديو ده بديكوا تجربه كده، او يعني بديكوا كده فكره عن الفيديو لو من غير مونتاج هيبقى عامل ازاي. انا ما بعملش مونتاج يعني، ولا صواريخ بقى ولا حاجات بتطلع من ورايا ولا كده، لا. انا بعمل مونتاج اللي هو تقطيع بس، يعني بقطع الحاجات اللي ملهاش لازمه. كل الاجزاء اللي انا بسكت فيها والاجزاء اللي بتلخبط فيها بقطعها. ماشي. طولت عليكم. يلا بينا. لو كل حاجه في حياتك راحت فجاه، ايه الحاجه الوحيده اللي هتتمسك بيها؟ اكيد هتمسك بعيلتي، باهلي كلهم يعني دي الحاجة الوحيدة اللي أنا يعني أخاف عليها تضيع، يعني أو أخاف يحصل لها حاجة. طيب تاني سؤال: إيه أكتر كدبة صدقتها عن نفسك لسنين طويلة؟ أكتر كدبة صدقتها عن نفسي؟ لا، هو في كدبة أنا كنت مش مصدقها عن نفسي، وهي إن أنا ما بعرفش أعمل حاجة، وإن أنا فاشل. لكن اكتشفت إنها دي كدبة. لا، أنا الحمد لله كويس جدا وبعرف أعمل حاجات كتير جدا يعني. أنا مش فاشل يعني. ماشي. لو كان عندك فرصة تمسح ذاكرة ده ده شكله سؤال بتاع ذكاء اصطناعي. لو كان عندك فرصة تمسح ذكرى واحدة من حياتك، هتمسح ايه وليه؟ مفيش حاجة تتمسح من حياتي يعني. مش عارف، شايف ان هو كل حاجة جت في وقتها. مش حاسس ان في حاجة ممكن تتمسح يعني. بس ممكن نقول مثلا لو هنمسح ذكرى من حياتي، يعني في جزء كده وانا في ثانوية عامة او بين الثانوية عامة والجامعة كنت بشرب سجاير، بس بشربها كده تفاريح يعني. هو الجزء ده انا عايزه يتمسح من حياتي خالص يعني. طيب، امتى اخر مرة حسيت انك عايش بجد، مش مجرد موجود؟ ده الذكاء الاصطناعي. انت عايش بجد مش مجرد، يعني السؤال مش مفهوم اصلا، بيحط الاسئلة مش مفهوم. هو طبعا قصده هنا ايه؟ امتى حسيت ان انت في مرة في حياتك حسيت ان انت مش عايش بجد؟ هقول لكم. اخر 3 سنين في الغربة كنت حاسس ان انا ميت، شبه ميت. كنتش بستمتع بأي حاجة. مش عايز يعني، مش عايز استمتع حتى يعني. حتى ايه، يلا نخرج يلا نتفسح، مش عايز. طبعا ما كنتش خدت القرار الرجوع لسه، بس يعني كنت حاسس انه يعني مفيش حاجة مفرحاني في الدنيا. مفيش حاجة مفرحاني في الدنيا. هي الحتة دي هقطعها في المونتاج. مفيش حاجة مفرحاني في الدنيا يعني. فكده يعني. لو عرفت انك هتموت بعد سنة، ايه اول حاجة هتعملها بكرة؟ اعتقد السؤال ده اتكرر صح؟ اللي هو لو اخر يوم ليك في الحياة النهاردة هتعمل ايه؟ هو نفس الاجابة برضو، مش هقدر اجاوب حاجة تانية. بس يعني ممكن اقول ان انا هسعى في عمل الخير في المدة اللي باقيه لي دي، اللي هو اليوم اللي باقي ده. هسعى ان انا اعمل خير باي طريقة، حاول انفع اي حد محتاج. يعني لو في حد مثلا واقع في ازمة وخلاص انا هتكل على الله بقى بكرة، فهحاول احلها له باي طريقة. تمام. فيديوهات عفوية عفوية يعني، من غير تقطيع. من غير تقطيع. يقول لك اعمل فيديوهات من غير تقطيع. انتوا هتزهقوا والله يعني. انا بديك الزبده في الفيديو يعني. انا بقطع ليه؟ لان بديك الزبده. هو الفيديو الاخراني فعلا اللي انا كنت بقطع فيه كتير ده ليكوا حق بصراحه يعني، الناس اللي اتضايقت من التقطيع، لان انا كنت بقطع كل ثانيه.
ما كنتش سايب يعني، حتى بص لما اسكت كده كنت بقطعها، وقت التأمل ده كنت بقطعه. ماشي. نمرة 6، لو كان قلبك بيتكلم كان هيقول لك ايه دلوقتي؟ كان هيقول لي خف اكل شوية عشان انا الكوليسترول قفل عليا. ماشي. نمرة 7، مين اكتر شخص في حياتك نفسك تسامحه ومش قادر؟ ما انا مش هقدر اقول هو مين، بس هو يعني هو موجود، هو exists يعني. نفسي اسامحه بس مش قادر، لانه عمل يعني حاجات كتير جدا وحشة في حقي، فمش قادر اسامحه. محدش يعرفه على فكرة، محدش يعرفه نهائيا، يعني انا زعلان منه بيني وبين نفسي كده بس. طيب ايه اكتر قرار في حياتك غيرك بشكل كامل؟ لا سوري معلش، هتتقطع دي. طيب السؤال الثامن، لو رجعت لطفولتك دقيقة واحدة هتقول لنفسك ايه؟ احنا واحنا صغيرين بنبقى عايزين نكبر بسرعة، يعني انت ما بتبقى طفل مثلا وبتبدأ بقى توعى على الدنيا كده وتحس ان انت صغير، كل حاجة لازم تعملها ترجع لبابا وماما وما اعرفش ايه، بتبقى متضايق فبتبقى نفسك تكبر. لكن بمجرد ما بتكبر بتستغرب جدا ان انت ايه كبرت ليه، يا ريتني كنت فضلت صغير. بس انا بقى ايه هعكس دماغكم خالص بقى، لا انا مش عايز ارجع صغير تاني، انا عايز افضل زي ما انا، بس ايه نفسي ربنا يديني وقت اكتر اعيشه. يعني ما اعرفش في كلام غريب كده هيتقال في الفيديو ده، يعني انه ايه ما فيش تحضير خالص. ماشي. طيب ايه اكتر قرار في حياتك غيرك بشكل كامل؟ طبعا كلكم عارفين القرار اللي غيرني بشكل كامل. هو انا يعني لما قعدت في الغربه قعدت بتاع 8 سنين تقريبا، او دخلت في السنه التاسعه، فانا كنت حاسس ان حياتي خلاص هتستمر على كده، يعني هفضل زي ما انا كده، ايه الساقيه، الطور اللي في الساقيه اللي بيلف في الطاحونه ده. فبصراحه يعني قرار الرجوع ده كان اكتر قرار اثر في حياتي بصراحه، يعني مفيش كلام. ماشي. السؤال العاشر، لو عرفت ان عمرك ما هتشوف حد بتحبه تاني كنت هتقول له ايه اخر مره؟ لا ما هو حسب الحد ده مين، يعني ما هو يعني الحد ده حد قريب، حد بعيد، حد انا بحبه، حد بكرهه، يعني مش عارف. اسئله الذكاء الاصطناعي دي بقول لكم ايه، ما تكتبوا لنا انتوا اسئله حلوه كده نجاوب عليها الفيديو اللي جاي، ايه رايكم؟ ماشي. لو عرفت ان عمرك ما تشوف حد تاني هتقول له اخر مره. اه في تساؤل غريب كده بيدور في دماغي هو عشان فيديو عشوائي فهتلاقوا الكلام فيه عشوائي. انت بتتفرج عليا وانت بتعمل ايه؟ يعني هل مثلا وانت رايح الشغل الصبح، هل وانت قبل ما تنام مثلا؟ واحد كتب لي قبل كده ان هو بيحب يتفرج عليها قبل ما ينام يعني كأن انا ايه يعني حدوته قبل النوم. وفي واحده كتبت لي قبل كده ان هي بتحب تتفرج وهي بتعمل المواعين في المطبخ. فانت اكتب لي في الكومنتات بتتفرج على الفيديوهات دي وانت بتعمل ايه. ماشي. طيب سؤال 11، ايه اكتر حاجه فيك نفسك محدش يعرفها ابدا؟ اكتر حاجه فيا نفسي محدش يعرفها اني بخاف مش بخاف من العفاريت يعني، لا بخاف من المشاكل، ما بحبش المشاكل. انا انسان يعني ايه يعني ما بحبش اعمل مشاكل، مش ما بنكش يعني. لسه كنت قاعد اقول لنفسي كده امبارح، انا واحد ما بحبش النكش، يعني ما بحبش ان انا ايه اشد حد عشان يتخانق معايا. اخر حاجه بوصل لها في حياتي، سوري اخر حاجه بوصل، يعني اخر حاجه بوصل لها، اخر ليفل يعني بوصل لها مع اي حد ان انا اتخانق معاه. ويعني في حياتي كلها ما اتخانقتش غير 3 4 مرات، وكانت كلها مرات تستحق ان انا لازم اتخانق. طيب ايه الحاجه اللي لو فقدتها هتحس انك فقدت نفسك معاها؟ اللي هي السؤال رقم 12. الحاجه اللي لو فقدتها احس ان انا فقدت نفسي معاها، احنا قلناها الفيديو اللي فات. ايه يا عم شات جي بي تي يا عم، ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ يعني هي الاحترام طبعا، الاحترام إيه، وبس الاحترام، ما عنديش حاجه تانية. طيب لو كان قدامك فرصه تعرف الحقيقه عن كل حاجه في حياتك هتوافق ولا تسيبها؟ وليه؟ طاقية لخفة مثلا وكده، او اللي هي النضارة اللي بتشوف ايه الغيب. لا طبعا، لو علمتم الغيب ما اردتم ان تعلموه. معرفش انا قلتها صح ولا لا، بس يعني لا مش عايز اعرف. يعني انا ايه اعرف ناس بيحبوا جدا يسجلوا المكالمات، يعني منزل برنامج تسجيل مكالمات على التليفون عنده، اي مكالمة تجيله، اي مكالمة سواء مكالمة كويسة مكالمة وحشة بيسجل المكالمات على طول. فساعات الناس دي لما بتقعد تسمع المكالمات مثلا بعد اسبوعين 3 يعني يكتشفوا حاجات فيها. طبعا ما هو انت النهارده لو انت بتسمع فيديو زي ده، انت كل ما بتشوفه كذا مره بتلاقي في حاجه جديده بتطلع لك انت بتفهمها او بتسمعها.
فبرضو المكالمات دي انا شايفها انها نوع من انواع رؤيه الغيب. يعني انت بتسمع المكالمه بتحس ان الشخص ده قال حاجه غلط في المكالمه دي، هو ازاي قالها، ده يبقى يقصد كده، او تقعد تحلل بقى وتتجنن يعني، فاهمني؟ فلا انا ما احبش الموضوع ده خالص. حتى يعني عندي كاميرات في البيت هنا بترصد كل حاجه، لكن ما بحبش ان انا اقعد اتفرج عليها بدافع ان انا عايز اعرف في حصل ايه، الا لو حصل حاجه. لكن في ناس بتبقى عندها النوع ده زي مرض كده، مرض انه عايز يعرف الغيب، يركب كاميرات واجهزه تصنت، والله يعرف ناس كده والله، ربنا يشفي يعني. لو كان لا امتى، سؤال 14، امتى حسيت انك خذلت نفسك؟ في قرارات كده الواحد بياخدها في حياته بيتسرع وهو بياخدها، هي دي القرارات اللي انا بحس ان انا خذلت نفسي فيها، ودي كتير بقى. يعني اول شقه خدتها في حياتي يعني ندمت ان انا خدتها. لما سافرت ندمت ان انا سافرت، مش ندمت عشان البلد وحشه عشان بس الناس ما تفهمش غلط، لا انا ندمت ان انا سافرت اصلا، ضيعت وقت بره، وانا المفروض كنت اكمل الوقت ده هنا وكان زماني عملت حاجه هنا. تمام. ف فهي مفيش حاجه محدده للخذلان، لكن هو موجود يعني. طيب لو الزمن رجع يوم واحد هتختار ايه؟ لا معلش، لو الزمن رجعك يوم واحد هتختار اي يوم وليه؟ مش فاهم. هنعديه السؤال ده، انا مش فاهم ايه ده اصلا يعني. ماشي. ايه اكتر سر شايله ومش قادر تقوله لحد؟ اكتر سر شايله ومش قادر اقوله لحد بصراحه يعني ان ساعات بزهق من الدنيا، ساعات بزهق من العيشه دي خالص والله. يعني ساعات بحس ان انا بقول يا رب خدني بقى، بس دي تبقى لحظات بسيطه يعني. عارف انه كلام تقيل شويه، بس يعني بيحصل احيانا يعني، لما الظروف بتضيق على الواحد قوي ومهما يلجأ لربنا ومهما يعمل خلاص بتحس ان انت لا خلاص الدنيا وقفت معاك. ف اللي بعده، لو كان في كتاب مكتوب فيه مستقبلك هتفتحه ولا هتسيبه مقفول وليه؟ الأسئلة الغريبة دي. يعني هسيبه مقفول طبعا، يعني هفتحه ليه؟ هشوف البلاوي اللي فيه يعني. لا انا بص، انا ممكن اكون عملت كل حاجة في الدنيا دي الا انا اخون صاحبي. لا بجد يا جماعة، انا ما عملتش اي في حياتي كلها الحمد لله رب العالمين، ما عملتش اي كبيرة، ما عملتش اي كبيرة من الكبائر في حياتي دي كلها الحمد لله رب العالمين. يعني زي اي انسان بيغلط غلطات عادية، لكن ما عملتش كبائر الحمد لله رب العالمين. طيب امتى حسيت انك اقوى من اي حاجة؟ امتى حسيت انك اقوى من اي حاجة في الدنيا؟ كل مصيبة كنت بطلع منها كنت بحس ان انا اقوى واحد في الدنيا. يعني اول صدمة في حياتي انا كنت رايح اقدم في الجيش، وكنت متأكد ان انا مش هدخل الجيش، ودخلت وجالي احباط وحصل لي حالة نفسية صعبة جدا، يعني حالة نفسية فظيعة. بس لما خلصت الجيش اكتشفت ان انا لا ده انا مبسوط ان انا دخلت الجيش لانه علمني حاجات، فاهمني؟ فحسيت ان انا فعلا يعني يعني حسيت ان انا اقوى واحد في الدنيا، ما همنيش. والحاجة التانية برضو لما رجعت من السفر وخدت القرار برضو حسيت ان انا اقوى واحد في الدنيا. وبرضو لما اتجوزت واخترت البنت اللي انا عايز اتجوزها برضو حسيت انه اقوى قرار. في قرارات كتير جدا يعني، لما بطلت السجاير برضو يعني. ماشي. شفت احنا بنخلص بسرعه ازاي؟ او فيديو من غير تقطيع ولا اي حاجه. عجبكم الطريقه دي اكتبوا لي في الكومنتات ووصلوه 1000 لايك لو عايزين نكمل بالطريقه دي، لان انا بحب قوي موضوع التقطيع ده، بحبه. بس انتوا يعني اكتبوا لي في الكومنتات لو عجبكم هتوصلوه 1000 لايك. ماشي. ماشي. لو تقدر تختار صفه واحده تفضل فيك طول حياتك هتختار ايه؟ يعني التشيبه الزايده، يعني بجد مش هزار يعني يبقى في طيبه بس ما تبقاش طيبه زايده، يعني تبقى طيبه يعني تسمح بان انت تعيش حياتك من غير ما حد ياكلك على قفاك بمعنى اصح يعني. بس تبقى طيب، بلاش تغل، بلاش تحقد، بلاش تحسد، حاجات كتير يعني. ماشي. طيب لما تبص لنفسك في المرايه ايه اول كلمه بتيجي في بالك؟ مين اللي واقف في المرايه ده؟ يعني شكلي اتغير تماما اخر 4 سنين فاتوا. يعني دي صورتي وانا عندي كام سنه؟ وانا عندي تقريبا 23 سنه. ماشي. ودي صورتي وانا عندي 30 سنه.
ودي صورتي وانا عندي 40 سنه. من 40 سنه لحد 45 الشكل ثابت، من 45 ل 47 شكلي اتغير تماما تماما حقيقي يعني. ماشي، خلصت الاسئله، وهشوفكم في فيديو جديد. ويا ريت توصلوا الفيديو ده 1000 لايك، لان انا بصراحه الفتره اللي فاتت كان عندي وقفه دماغ، واقفه يعني، عندي دماغي مش عارف ده اسمه بقى تعفن دماغ ولا ايه، بس دماغي كانت واقفه يعني. فشجعوني كده عشان اقدر اكمل واعمل لكم حاجات حلوه يعني. يلا، السلام عليكم.